فعشان يقضي ليلة 5 دقايق يجيب عيل يعيش مشوه نفسيا وذهنيا للأبد. مساء الفل يا جماعة. في كام حادثة حصلت عندنا مؤخرا، مش جاي اتكلم عن حادثة معينة، ولكن الموضوع مستفز جدا من وجهة نظري. وانا حقيقي مش جاي بقى اتكلم على حاجة ليها علاقة بالسياسة، ولا جاي اتكلم على حاجة ليها لا، الحاجات دي 1000 واحد اتكلم عنها، مليون واحد اتكلم عنها، فمش موضوعنا. جاي اتكلم في موضوع تاني، وهو ايه اللي ممكن يخلي بني آدم مش قادر يعول أسرة، أو مش قادر إن هو يصرف على نفسه، يتجوز ويجيب 6 عيال أو 5 عيال. أنا حقيقة قعدت أفكر في الفكرة بتاعة التفكير بتاع العقلية بتاعة الشخص ده، ولأن دي منتشرة جدا للأسف عندنا في مصر، بالذات في الأماكن الريفية وأماكن اللي هي في صعيد مصر وهكذا. تلاقي شخص عنده 6 عيال وهو حرفيا مش عارف يأكلهم، أو بيخليهم يبدأوا يشتغلوا من سن صغير جدا 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 جدا، يعني 7 سنين و6 سنين و8 سنين، وبيتفخروا بالموضوع اللي هو أنا شغال من وأنا عندي 9 سنين. أنا من وجهة نظري يعني دي مش مفيش فيها أي حاجة تدعو للفخر أو للعزة مثلا، أو يعني مفيش فيها أي حاجة تستدعي إن أنت تقول يا أنا بشتغل من وأنا عندي 12 سنة وشايل مسؤولية. ده شيء محزن، يعني ده شيء محزن لما أنا أجي بكل ثقة كده وأقول لك أنا ابني شغال من وهو عنده 10 سنين، تديني كف على طول، كف على وشي. ليه؟ لأن ده معناه إن أنا فشلت. أنا كراجل اتجوزت وأنا مش قد الزواج، وماشيين الناس تعيد وتزيد ويقول لك العيل بيجي برزقه، العيل بيجي برزقه، هم أصلا مش عارفين إيه عيل بيجي برزقه، ولا أصلا يعني، ولا حتى يقول لك إيه العيل ما تقلقش ربنا هيبعت لنا فلوس. طبعا ما كل ده تمام، بس أنا دلوقتي أنا دلوقتي أروح أتجوز وانا معيش فلوس الجواز. يا عم اتجوزت خلاص، اسكت بقى، مش لازم اخلف. يعني ما هو انا مش، انا بيني وبين نفسي مش قادر اصرف على نفسي، مش قادر اصرف على مراتي، مش عارف، الحياة ماشية تزنيقة سودة. فخلاص اسعى بقى ان انا احاول اتطور احسن، ازود دخل، اعمل اي حاجة عشان اسرع الموضوع، اجيب عيل 2 3 ايا كان. لكن انا مش قادر اصرف، او رايح جايب 6 عيال. طب ايه تجارب تصورك كده، ايه اللي هيحصل يعني؟ طبعا مش هقول لك ان احنا شفنا 10000 سيناريو، لا لا لا، مش هكلمك على كده خالص. انا تعالى هكلمك على ايه اللي ممكن يحصل من وجهة نظرك. نفس القصة اللي بتحصل مع الناس دي بقالها سنين. يعني برضو تاني انا مش هقول لك ان في ناس تانية ممكن تتلام، والظروف واوضاع كل دوت الناس 1000 بليون واحد يتكلم عنه احنا عارفينه خلاص. فاحنا مش جايين نغير الدنيا، احنا بنتعامل معاها وفاهم، بنتجاوز اللي نقدر نتجاوزه. فما دام احنا عارفين ان في مشكلة، وفي ظروف مش احسن حاجة، وظروف شخصية مش أحسن حاجة خالص، ما خلفش. يا عم خلف عيل، لو الدنيا ضيقة معايا أخلف عيل، لكن أروح أخلف 6 وبعد كده أرجع العيال تموت على عربية زي الغنم. يعني العيال محطين العيال على العربية وماشيين بيهم زي الغنم، عيب يعني. يعني الأطفال يا جماعة، يعني أنت إزاي؟ أنا ليه أنا مش مصدق الفكرة، مش مصدق. بحاول، بص أنا هحكي لك قصة حصلت معانا شخصيا إلى الآن مسمعة معايا. في 2010 تحديدا كنت في ثانوية عامة، وكان في جمعية مش متذكر اسمها بالظبط، كانت جمعية خيرية. كنا بنروح ساعات نساعد الناس ونوزع حاجات وكده. ففي مرة قالوا لي عمر احنا ايه رايحين ومعرفش ايه، واحد صاحبي قال لي رايحين كذا وبتاع، تعالى اعمل خير وكده. فقلت ماشي. ساعتها انا كان عندي كام، 17 سنة، 18 سنة. رحنا في اسكندرية لمكان اسمه عبد القادر. انا عمري ما كنت رحت عبد القادر، يعني عبد القادر بالنسبه لي كانت مكان اسمع عنه كده، اعدي عليه بالعربيه مره من واحنا انا وبابا كنا في العمريه من ورا كده بنشتري حاجات بشكل او باخر. طلعنا في عبد القادر كده، يعني دي ذكرياتي كلها عن عبد القادر، مع ان انا اصلا مولود وعشت معظم سنين حياتي في الكينج يعني، او كان عندنا فيلا في الكينج، فكانت كينج جزء كبير من حياتي. فالجزء ده انا عارفه كويس يعني. ولكن عمري ما كنت دخلت عبد القادر وعشت، او يعني مش منطقتي يعني. ولكن اليوم ده يشاء القدر السيء من وجهة نظري ان انا اروح عبد القادر.
وطبعا عبد القادر مكان شعبي لأبعد مما تتصور، أصلا كانت معظمها مصانع وشركات والكلام ده. ودخلنا عبد القادر يمين في شمال في يمين في شمال في طلعات في نزلات في أماكن بقى طينة يعني أماكن اللي هو أنت حتى بالعجلة ما تعرفش تمشي، ما بالك عربية. وكان رايحين نوزع، طبعا مش عايز اتكلم في الحاجات دي لان الحاجات دي بينك وبين ربنا، ولكن يعني انا بس بديك مثال ايه اللي حصل يعني. فدخلنا وبدأنا نوزع ونخبط على البيوت وندي حاجات وكده. المناظر يعني الأماكن اللي كان عايش فيها الأطفال، أنا عمري ما أنسى اليوم دوت. أنا قعدت أعيط بالليل في البيت، لأن أنا مش متخيل أصلا في حد عايش كده أساسا يعني. دماغي أنا ساعتها كنت برضه صغير في السن، فما كنتش متخيل في حد عايش كده. فقعدت رحت أنا فاكر قعدت أتكلم مع بابا وأحكي له اللي حصل. يعني أنا بالنسبة لي أنا يعني كشخص ما كنتش متصور يعني بالذات. وبعدين أنت بكلمك في اسكندرية، يعني الاسكندرية اللي هي تعتبر محافظة فارهة يعني. مش متخيل بقى لو رحت بقى النجوع والقرى ودخلت بقى في اماكن في مصر هتشوف حاجات مقاسي. ولكن ده مش موضوعنا ولكن انا بحاول اكلمك ان المكان اللي انا روحته دوت اب وام عندهم مثلا 5 اولاد. انتوا عايشين هنا ازاي؟ انتوا انتوا ازاي وصل بيكم الحل كده؟ برضه تاني مش موضوعنا، احنا مش بنحكم على الناس لان كل واحد ليه ظروفه. ولكن انا ما دام انا عارف ظروفي، يعني طالما انا عارف ظروفي، اخلف ليه؟ يعني اخلف ليه 5 عيال؟ انا مش ما انا مشكله الناس انها مش فاهمه ان انت هتسال عن اولادك. يعني انت كشخص هتسال عنهم، يعني هتسال انت عيشتهم ازاي، اكرمتهم ولا لا. ما هو انا كطفل ابني مثلا عنده كذا سنه لحد 18 سنه هو بيستمتع بالحياه. اه بيتربى وبيتعلم وبياخد دروس في الحياه وكل الكلام دوت. ولكن مش بيتهان. يعني ما ينفعش تهان هو في بيتي. ما ينفعش اقول له روح اشتغل وهو عنده 10 سنين. انا دوري ايه؟ وبعدين هو عنده 10 سنين هيشتغل، امال وهو عنده 30 سنه هيعمل ايه؟ الناس متخيله ان هو لازم يشتغل من صغير قوي عشان يطلع راجل. ده التفكير المتخلف. هو كده كده هيطلع راجل، الحياه هتدوس على وشه. ودورك ان انت تطلعه راجل لمجرد انك تربيه وتعلمه دينه وازاي يتعامل مع، وازاي يتعامل مع مامته وازاي يتعامل مع اخواته البنات وازاي يكلم الناس وازاي يحترم الكبير وازاي يصلي وازاي يتوضى وازاي يرد على الاكبر منه هي دي الحاجات اللي بتطلع راجل. أنت بتعلّمه الحياة، ولمّا يكبر بقى يخش الجامعة عايز يشتغل، أكيد هيشتغل. ربنا يوفقك يا باشا، الحياة هتدوس على وشّك خلاص. مش مستنية الحياة تدوس على وشه إن هو عنده 10 سنين. هو عنده 10 سنين المفروض يكون بيلعب كورة في الشارع أو في النادي لو تقدر، أو بيلعب بالعجلة بتاعته، أو بيكسّر اللعب، أو بينُط في البحر، أو 100,000 حاجة يعملها وهو طفل. مش إن هو يركب على العربية نُص نقل ويروح يشتغل ب100 جنيه. 100 جنيه يعني $2. $2. $2 يعني ما تجيبش ساندوتش. ما تجيبش ساندوتش في أي حتة في العالم. أوكي ممكن تجيب في أماكن معينة، بس يعني بادّيك مثال. فمش قد الخلفة ما تخلّفش. وكفى بالمرء ذنبًا أن يضيع حق من يعول. أو بمعنى تاني، أنا دلوقتي راجل مش قادر أصرف، ليه أخلّف؟ ليه؟ الناس أنا يعني الناس بتقول لك إيه، ماشي عيل بييجي برزقه. يعني إيه عيل بييجي برزقه؟ يعني إيه عيل بييجي برزقه؟ يعني إيه أنا مش قادر آكل دلوقتي، أتجوّز وبعد ما أتجوّز أخلّف 5 عيال وأقول عليه مش قادر ييجي برزقه، وأقعد أرميها على الظروف؟ طبعًا أنا فاهم إن في حاجات تانية، أخطاء وفي أسباب كتير، كل ده أنا عارفه. إحنا قُلنا تاني، تالت، رابع مرّة إن ده إحنا مش محتاجين نتكلّم فيه، ما إحنا عارفينه. يا جماعة ما إحنا عايشين في البلد دي ومولودين وبتاع، فعارفين طول عمرنا. فخلاص فكرة إنّك تقعد ترمي بقى الحاجة على الظروف المحيطة. أنت مستني إيه يتغيّر طيب؟ مستني إيه يحصل عشان تلومه؟ ما هو خلاص أنت عارف الظروف فتأقلم عليها. فأنا شايف دلوقتي إن أنا مش هاقدر أصرف على العيال دي، مش هاجيبهم. أجيبهم ليه؟ مش عارف أصرف عليهم. أنا أصلًا من شروط الزواج إنك تكون قادر إنك تعول، يعني قادر إنك تعول. تعول يعني إيه؟ تعول يعني تبقى العائل للأسرة. فأنا مش قادر أبقى عائل للأسرة. خلاص كده سقط شرط من شروط الزواج سقط خلاص. مش قادر، أنا مش قادر أصرف. فما اتجوزتش من الأساس. يا عم اتجوزت وخلاص مش قادر، ماشي اتجوزت. أقوم رايح مخلف 5، 6. أنت إيه بتعمل يعني؟ إيه الخطة؟ يعني اقعد معايا كده، نقعد مع بعض. أنا فاهم إن في جهل وما فيش تعليم وتخلُّف وكل الكلام ده مفهوم. ولكن إحنا بقى لازم يبقى في وقفة بقى. ما إحنا مش هنصحى الصبح نلاقي كام طفل مات ونقعد بقى نضحك ونهزر. ما هو يعني إزاي طيب؟ يعني إزاي أنا بني آدم أبقى عادي مع الحاجات دي؟ يعني إزاي أبقى بني آدم متقبل الفكر عادي؟ أطفال ماتوا، مين بيسمح لهم يشتغلوا أصلًا؟
يعني أنا يعني في مكان أدخله أنا دلوقتي ألاقي طفل عنده 7 سنين بيشتغل، أخش أدوّر ضرب في كل الناس اللي جوّه. إزاي يعني إزاي 7 سنين 7 سنين ده baby baby حرفيًا يعني بالمرحلة بين إن هو طفل اللي هي الtoddlerhood اللي هي ما أعرفش اسمها إيه بالعربي، اللي هو يعني طفل، مش لاقي لها كلمة هي طفل، ده طفل 7 سنين ده ما يقدرش يشيل كيسة 5 كيلو يتكسر، يعني وبنت كمان يعني وبنت مش ولد حتى، طبعًا هُم الاتنين موجودين بس شوف إحنا بقينا نتكلم في إيه، يعني بقينا ننزل تحت اللي هو خلاص بقى هنناقش بقى فكرة إن الرضع يشتغلوا، كارثة أقسم بالله، كارثة، 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 يعني أنت تتجوّز تخلّف 5، 6، 7 يا كافر، يا كافر! أنت بتعمل إيه يا عم أنت، بتعمل إيه؟ لا، لا، لا امسك نَفْسك، اعمل وقّف، وقّف، وقّف في حاجة غلط، في حاجة غلط، في حاجة غلط، أنت مش عارف تأكّل مراتك، تأكّل 5 عيال منين أنت، بتقول إيه؟ المشكلة إن أنت ممكن تكون ما بتشتغلش أصلًا أو بتشتغل على خلاص، طَب خلاص، ربنا يرزقك بس ما المشكلة إن في كلام كتير أوي الواحد عايز يقوله مش قادر أقوله، مش ماسك نَفْسي، فأنا هاستكفي بكده، لإن حقيقي أنا الموضوع استفزني جدًا بشكل بشع، اللي هو أنا مش عارف أقول إيه والله، حقيقي يعني. ف جماعة يعني اتجوّزوا لمّا تبقوا قادرين على الجواز، وخلّفوا لمّا تبقوا قادرين على الخلفة، وموضوع إن العيل بييجي برزقه ده إحنا فاهمينه غلط، أو مش بالسذاجة اللي أنت متخيّلها، اللي هو إنّك هتتجوّز وهتخلّف فهتلاقي ربنا باعت لك، الموضوع مش بييجي كده خالص. الموضوع مش كده خالص، لإنه لو كان كده ما كانش الحاجات دي حصلت من البداية، متهيأ لي الموضوع مش محتاج شرح يعني. وعشان ما نطوّلش ونخش في تفاصيل ممكن تزعّل ناس كتير، فأنا اكتفيت إن أنا أتكلّم عن الموضوع بشكل سطحي. طبعًا أنا ممكن أتعمّق وأتكلّم في حاجات، لكن يعني لا هتفيدني ولا هتفيدكم ولا هتفيد حد، والدنيا جميلة إن شاء الله. ربنا يرحم الأطفال دول ويدخلهم فسيح جناته ونتمنى إن إحنا يعني نحاول نقلل إن إحنا نسمع الأخبار زي دي، لإن مش يعني مش سلام.